لقطة تثير الجدل. في نهاية مباراة الهلال وفلومينينسي، عقب صافرة النهاية، توجه الحارس المغربي ياسين بونو والمهاجم عبد الرزاق حمد الله نحو حكم اللقاء في مشهد غاضب يعكس حجم الاحتقان الذي خلفته قراراته خلال المباراة. وجاء هذا الاحتجاج بعد حرمان الهلال من ركلة جزاء وصفها كثيرون بالواضحة كانت من الممكن أن تعيد الفريق السعودي إلى أجواء اللقاء أو حتى تمنحه التأهل. اللقطة أظهرت بونو وحمد الله وهما يناقشان الحكم بشدة وسط أجواء مشحونة، في وقت تساءلت فيه جماهير الهلال عن جدوى تقنية الفار التي لم تتدخل في اللقطة المثيرة للجدل. حالة التحكيم في هذه المواجهة أثارت جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل، حيث طالب عدد كبير من المحللين والجماهير بمراجعة أداء الحكام في البطولة، مؤكدين أن الهلال تعرض لظلم تحكيمي واضح في هذه المباراة المصيرية.